يعني زي ما انتم شايفين كده، دي بدايتي في حاجة جديدة أنا حاببها من زمان خالص. ممكن اللي متابعني من سنتين فاتوا ما كنتش أصلا دخلت التدريب ولا دخلت الجمباز. كان من ضمن أهدافي في الحياة عامة إن يبقى ليا محتوى أقدم فيه الحاجة اللي أنا موهوب فيها من زمان، واللي أنا فاهم فيها حاجات كتير جدا. ممكن بقى ظروف الدنيا دخلتني في مجال، وربنا عز وجل أراد من تاني إن أنا أرجع لمجالي وأرجع للمحتوى اللي أنا كان نفسي أقدمه من زمان، بس المرة دي بشكل مختلف شوية. في عجالة كده مش هطول عليكم في أول فيديو، هنقدم اللي إحنا هنقدمه إن شاء الله بإذن الله على القناة بتاعتنا والمحتوى بتاعنا. هتبقى على 3 محاور. أول محور الحاجة اللي أنا بدأت بيها عمري ما هانساها، وهي الكورة. الكورة اللي أنا من صغري شايف إن هي كارير ليا، سواء كنت هالعب ولو أنا ما توفقتش في اللعب هكون فاهم فيها وهابحث فيها إن أنا أقف وأقدر أحلل المباريات، وهقدر أوصل لنقط فنية ممكن المدربين أصلا مش شايفينها. النقطة التانية، هستفيد بالعلم اللي أنا اتعلمته في الكلية أو على مدار 16 سنة تعليم، وإن أنا أطلع بنتيجة علمية فاهم فيها اتجاهات حركة، فاهم فيها ميكانيكية حركة، فاهم فيها أساسيات تدريب، وصلتني ممكن من سنة أو 2 إن أنا أوصل لأهدافي في التدريب. وزي ما بنقول كده من صغرنا وبنربي عيالنا، إن زي ما إحنا اتعلمنا هنعلم غيرنا. واحد طبعا ممكن أي حد يشوف الفيديو في بدايتي، أنا لسه بقول أنا ده أول فيديو ليا وبتكلم بطبيعتي وطالع بشخصيتي ومفيش مونتاج، أنا بتكلم بدردش وعادي خالص، وده أول فيديو ليا وما عادش فيه توتر زي الأول إن أنا أقدر أقول معلومة وتطلع غلط، علشان إن شاء الله بإذن الله كل المعلومات اللي أنا هقولها هتبقى طالعة موثوق فيها ولها مرجع علمي، واللي يدور على المراجع العلمية كتير. زي إن أنا دلوقتي لما أنا هتكلم عن التعليم وهتكلم إن أنا إزاي هأثر في حركة أو هأثر في تدريب على مدار سيزون، وإن أنا إزاي هأثر على مرحلة أنا هعرف أقودها بنفسي، لازم أكون عارف حاجة اسمها علوم رياضة. علوم رياضة دي مجموعة من العلوم كلها شبكة بربطها ببعضها عشان تطلع لي نتيجة. يعني أنا ما ينفعش أبقى مدرب جمباز مش عارف حاجة عن علم التشريح، ما ينفعش. ما ينفعش يبقى أنا مدرب جمباز مش عارف حاجة عن علم الفسيولوجي، عن علم البيولوجي، عن علم الإصابات، عن علم التدريب الرياضي، عن علم الحركة. على فكرة ممكن واحد مدرب أكتر منك خبرة 20 سنة، بس أنت دماغك أعلى منه، أنت دماغك أنضف منه، وأنت أشطر منه، وأنت أجمد منه، وأنت أحسن منه، بس عشان وهو ما عندوش نص العلم اللي عندك. هو ما غيرش، بس عدى بخبرات تكرارات فشل كتير اتعلم منها، فهو بالتالي بقى خبرة، فبالتالي بقى جامد او في المرحلة او في الحتة اللي هو فيها دلوقتي. ممكن انت في وقت قليل جدا توصل لل 20 سنة ده فاتوا انت تعديه في سنتين 3 4 5، طول ما انت ماسك في الاساسيات بتاعت العلم اللي هتفاديك من اخطاء ياما قوي. انا كده خلصت كل، يعني اختصرت لك الكلام باذن الله. اخر حاجه عشان نقفل الفيديو، من مكاني، من اللوكيشن اللي جهزته، من اول حلقه ليا، من اول كلام ليا، من اول خطوه ليا ببداها، دي مش نسخه تجريبيه ليا، ده كارير انا خدته بقى خلاص، شكرا. فما انا مش هطلع اقول لك حاجه ما تكونش صح، عشان انا النهارده هيشوفني 10 مشاهدين على فكره، هيشوفني 100 مشاهد، ما انا مش هيشوفني فيديو ده مش هيشوفه ناس كتير جدا، مش هيشوفه حد غير ناس قليله اللي قريبين مني، بس الفيديو ده انا هسيبه في القناه عشان ربنا يكرمني لما اوصل للي انا عايزه، هنرجع نسمع الفيديو ده تاني، وهفكركم ان انا اللي هوصل له ده هوصل له بعلمي وبدماغي وباللي انا فاهمه، وهثبت اللي انا وصلت له في السنتين ال3 اللي فاتوا ما كانش صدفه. كل اللي عايز اقوله لكم ان انا بحترم كل الناس، كل احترامي، كل تقديري، وكل حبي، وكل امتناني، وكامل الاحترام
لكل الناس اللي انا مرت في حياتي، مش في كارير الجمباز، في حياتي، سواء كان مدربين كامل الاحترام ليهم، سواء كان مدربات كامل الاحترام ليهم، سواء كان مكان كامل الاحترام ليه، سواء كان في كليه ثانويه، في اي كارير، جيش، كامل الاحترام لكل الناس اللي مرت في حياتي. وطولت عليك، انا اسف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ده الرسول هو اللي اقسم، لو لم تذنبوا، لو لم تذنبوا، لو انتم ما غلطتوش، لذهب الله بكم وجاء بقوم غيركم يذنبون ويدعون فيتوبون فيغفر الله لهم. فحته ان انا وانت ندور على بعض في حته المثاليه، مفيش حد مثالي، مفيش حد مثالي. انا مش مثالي على فكره، وانت مش مثالي، وانت مش مثاليه. انا بغلط وانت بتغلط وانت بتغلط، عشان اصلا احنا جايين نغلط، احنا مخلوقين علشان الغلط ده احنا جايين نقع فيه، فنتعلم منه، فنعترف بيه، فنتعلم منه ما نعملوش تاني. انا مش بدعي المثاليه، انا راجل، اي حد زعل مني في اي حاجه كامل احترامي وكامل الاعتذار لكل الناس. واي حد غلط فيا، وطبعا الغلط فيا اخر فتره كان بشكل مش طبيعي، مش طبيعي، انا مسامح كل الناس، وكل الناس على راسي. اي حد غلط فيا، اي حد قال كلمه عليا، اي حد افترى عليا، انا مش زعلان من حد على فكره، خالص خالص، والدنيا معايا زي الفل. علشان اي حد بيتعدى على حد، هو مش بيتعدى عليا او على غيري او على غيري. انت قبل ما تتعدى على الانسان ده، في حاجز كده، ربنا عز وجل شاهد. انت بتفتري على ربنا قبلي، انت ربنا شايفك، انت بتفتري عليه، انت بتفتري على ربنا. ترى انت حاجه دي ما حصلتش، فانت بتبدا ان انت تقول الانسان ده بيعمل الحاجه دي، انت ربنا اللي شايف. انت بتفتري على ربنا، انا مالي، انا كده كده عبد اصلا، انا هعيش كام سنه يعني، 10 15 20 وهروح، وانت هتيجي ورايا، وربنا هيقف بيني وبينك وهنتحاسب. ولكن انا مسامح كل الناس، كل الناس مسامحها، وكل الناس بحترمها، وكل الناس اخواتي، وكل الناس على راسي، وبحب كل الناس، واتمنى كل الناس تتابعني، اتمنى كل الناس تسمعني، اتمنى كل الناس تستنى فيديوهاتي، سواء كان في شق الجمباز، في شق علوم الرياضه، في شق الكوره. وطبعا هعمل بلاي ليست لكل فئه، سواء كان في الجمباز اللي فيه بلاي ليست، هنعمل زي سلسله في الجمباز. هتفتح البلاي ليست هتلاقي الفيديوهات كلها ورا بعض، علشان لو انت مش بتتابع الكوره ما تلاقيش نفسك داخل في الكوره. بلاي ليست لعلوم الرياضه، سواء كان فيسيولوجي، بيولوجي، اصابات، تدريب، الحاجات دي كلها ورا بعضها. الكوره هتبقى الحاجات دي كلها ورا بعضها. طولت عليكم، انا اسف. طبتم وطاب مساءكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.